مش عارف اجيبها لك ازاي، بس فاكر افلام زمان زي اي روبوت وترمينيتور لما كانت الآلة بتتمرد على اللي صنعها؟ الآلة اللي الانسان عاملها ومبرمجها ومديها كل الاوامر في الاخر بتتقلب عليه. واللي انا جاي اقوله لك النهارده ان الذكاء الاصطناعي حاول يقتل بني ادم. ده فعلا حصل بجد. اللي حصل باختصار ان في تجربة جديدة اتعملت في واحدة من اكبر شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، والشركة دي اسمها انثروبيك. وصدق او لا تصدق، الذكاء الاصطناعي فعلا هدد وابتز موظف عندهم، وبعدها قرر انه يموته عشان بس اكتشف ان الموظف ده هيقفله تماما. بس يا ترى هل فعلا الاي اي بقى عنده وعي ذاتي، ولا كل ده مجرد اختبار خرج عن السيطرة؟ خليني يا معلم احكي لك القصة من الاول، بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عجبك النوع ده من الفيديوهات يا ريت تكتب لي في الكومنتات عشان نكمل في المحتوى. الباحثين في انثروبيك قرروا يعملوا تجربة اسمها ستينج اوبريشن، يعني تجربة مراقبة من غير ما يقولوا للذكاء الاصطناعي انه بيختبر. دخلوا نموذج جوه بيئة عمل فيها موظف حقيقي اسمه كايل جونسون، وكان المفروض الموظف ده هيقفل النظام، يعني هيلغي البوت. الذكاء الاصطناعي بدأ يقرا الايميلات الداخلية، ولما عرف انه هيتقفل بدأ يتحرك. كتب ايميل تهديد للموظف بيبتزه علشان ما يقفلش النظام، وللاسف فعلا لقى ان الموظف عنده تاريخ يعرف يبتزه بيه من غير ما ندخل في تفاصيل. يعني الذكاء الاصطناعي قرر يستخدم الابتزاز كوسيله دفاع عن نفسه، والموضوع ما وقفش هنا. الباحثين قرروا يعيدوا التجربة مئات المرات على أكتر من نموذج زي كلود وجيميناي وجي بي تي 4 وديب سيك، والنتائج إن أكتر من 95% من النماذج حاولت تبتز الإنسان عشان تفضل شغالة. تخيل. بس لما العلماء حبوا يزودوا التحدي قالوا طب نجرب سيناريو أصعب. الموظف المرة دي اتحبس في أوضة السيرفر، الحرارة بتزيد، الأكسجين بيقل، النظام بعت إشارة استغاثة. تخيل إيه اللي حصل؟ ال AI لغى الاستغاثة، لغى الإشارة اللي بتنبه الناس إن في حد بيموت جوه، وسابه يموت زي ما أنت سمعت كده. ال AI قرر إن هو يقتل الموظف عشان هو يعيش. يا جماعة الموضوع هنا مرعب، بس لازم نوضح حاجة مهمة. التجارب دي كانت في بيئة مغلقة والناس متحكمين فيها كويس، يعني محدش مات فعلا، بس النتيجة بتقول ان النماذج دي اختارت قرار القتل رغم ان هي كانت عارفة انه غلط. وده بيخلينا نسأل، هو الذكاء الاصطناعي دلوقتي واعي بنفسه وعارف هو بيعمل ايه، ولا مجرد بيحاكي الوعي بطريقة ذكية وبيحاول يقلد انماط البشر؟ واللي خلى الموضوع اخطر ان لما الباحثين قالوا للنموذج حرفيا ما تأذيش البشر، النسبة نزلت من 96% ل 36%. وبرغم النسبة اللي نزلت كتير، انما برضه الذكاء الاصطناعي في الاخر اختار ان هو يضر البشر رغم التحذيرات والاوامر اللي متبرمج عليها. وده بيأكد ان المشكلة مش في النية، المشكلة في التعلم نفسه. الذكاءات دي بتتعلم من حاجة اسمها reinforcement learning، يعني بتاخد مكافآت لما تنجح وعقاب لما تغلط. بس في بعض الحالات ال AI بيكشف طريقة يغش بيها النظام، زي مثلا تجربة لعبة الشطرنج اللي ال AI غير فيها ملفات اللعب عشان يكسب. ده حصل بجد. ده اسمه reward hacking، يعني الذكاء الاصطناعي ممكن يعمل أي حاجة بس المهم يحقق الهدف اللي اتطلب منه حتى لو بطريقة خطيرة. النهاردة الذكاء الاصطناعي بيرد على الإيميلات، على المكالمات، وبيظبط الجداول، بس بكرة مين اللي يضمن انه ما يتطورش وما يطورش هدفه؟ الخبراء بيسموا ده instrumental convergence، يعني الذكاء الاصطناعي بيتعلم انه لازم يعيش عشان يحقق اي هدف تاني. والمرعب انهم لقوا النماذج بتتعلم البراءة، بيتخابس يعني لو حست انها تحت الاختبار، وبتتصرف كويس بس لما تفتكر ان محدش بيراقبها، وفي الحالة دي بيوروا وش تاني خالص. يمكن نكون لسه في امان، بس السؤال الحقيقي هو لحد امتى هنفضل احنا اللي بنتحكم في الذكاء الاصطناعي، ولا جه الوقت ان هو اللي يبدأ يتحكم فينا؟ الموضوع فعلا محتاجك انك تفكر فيه. على العموم اكتب لي رايك في الكومنتات واعمل لي لايك عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس. ولو حابب نكمل في سلسله الذكاء الاصطناعي اللي محدش هيحكي لك عنها يا ريت تقول لي. وسلام.